هايات يا حلوين، كيفكن؟ شو أخباركن؟ اليوم كانت انكسرت رجلي، ما بعرف شو صاير لي أو ما بعرف شو في. عن جد الله يبعد الشر عني وعنكن، بس كتير عم توجعني رجلي بشكل يعني حتى ما قدرت دعس عليها منيح. كنت بدي طلع أنا الصيفي، فأنا حاطة الصيفي وين؟ فوق بالخزانة عندي بالدريسنج، بآخر يعني مكان حاطة هون التياب الصيفية. فقلت لحالي بدي نزلهم، ما رح استنى مروان لحد ما يجي. قلت لحالي بنزلهم انا وبدي البس شي هيك صيفي، علما انه اليوم عنا برد، بس داخل من الثياب الشتوية، وقلت لازم اطلع شي يعني اطلع الصيفي لانه كتير اشتقت للصيفي بصراحة. فقلت له قلت لحالي، قلت له لمروان، قلت لحالي انه خلص يلا انتي طلعيهم بتقدري. حطيت هيك الكنباية اللي حاطتها انا مشان اطلع على المكان العالي، وطلعت لحد ما اني اجيبهم. جيت بدي اجيبها من كتر مو تقيلة، ما قدرت اتوازن بنات فيها، ما كنت متوقعتها تقيلة لهالدرجة. هي اجت بدها تقع لورا، فمسكتها نزلت المراية وخبطت هيك، اجت على رجلي. كل مالها هلا صارت حمرة وعم تزرق كتير، والله عم توجعني، ما توقعت هيك. توجعت منيح يعني، انا وعم طلع انا وعم حاول اني احمي اللي كامشتها مشان ما تقع. وقعت هي، وقعت الدنيا، وقعت المراية، والمراية اجت على رجلي. ما بعرف في شي غريب عم يصير معي، ما بعرف شو هو يعني. الله يحميني يا رب، بس انه في شي مو طبيعي عم يصير. ما بعرف شو هو، بس في شي مو طبيعي عم يصير. بس بخاف منها قصة كسر الرجل. والله ما تشوفوني كيف لما نزلت المراية على رجلي قلت يا رب يا رب لا بس ما يصير لها شي رجلي. بس اكلت ردة شكلي عليها لرجلي، والله رجلي كتير عم تجعني، والضربات هلا عم يزرقوا. فالحمد لله، استفادات الله رحمة. بس بشكل عام بتوجع يعني، عن جد ديروا بالكم. شوفوا الواحد احيانا بيعمل شغلات والله العظيم ما بينتبه لها، بيقول انه هو بيقدر عليها. بس شوفوا انا ما توقعت انه انا ما اقدر اني امسكها، فعلا ما قدرت اني امسكها. وبالعادة ما بحب انا اجيب شي الا لحتى مروان بيقدر عليها. بس شوفوا انا ما توقعت انه انا ما اقدر اني امسكها، فعلا ما قدرت اني امسكها. وبالعادة ما بحب انا اجيب شي الا لحتى مروان. فكرت قلت لا، انا داخل من ثيابي الكم الشتوية هيك، بدي طلع ثيابي الصيفية يعني. فسبحان الله صار اللي صار. فكرت قلت لا، انا داخل من ثيابي الكم الشتوية هيك، بدي طلع ثيابي الصيفية يعني. فسبحان الله صار اللي صار. عن جد انتبهوا، والله العظيم هي احسن شغلة الواحد يعملها، انه ضل يفكر لقدام، انه انا هلا رح احملها، رح اقدر اطلعها. طيب ما قدرت اطلعها، بستنى يكون في حدا جنبي كبير، لانه اذا صار معكم شي لا سمح الله يساعدكم، او انه خلي زوجك هو اللي يعمل الشغلات اللي انتي ما بتقدري تعمليها. حاولي لا تعمليها اذا ما بتقدري تعمليها. انا فكرت حالي انه انا رح اقدر، فجيت عم طلعها لقيتها تقيلة بس حملتها صارت بالنص، فقلت لها بنزل انا وياها دغري، مو المكان عالي، فنزلت وخبطت رجلي، خبطت المراية على رجلي سوري. رحت فيها يعني. شو كنت بدي احكي لكم كمان؟ هلا بدي اصور لكم المجموعة اللي عم استخدمها لشعري، امبارح طلبتوا مني. وبدي ورجيكم كمان المشتريات اللي جبتها من عند شي ان، الفساتين. وبدي كمان اصور لكم الرز يلي قلتولي شو استخدمتي رز امبارح للفريكة. طبعا الفريكة انا والله كبيت الكيس، مالي متذكرة شو الماركة اللي انا جبت منها الفريكة، بس كانت ظريفة طيبة يعني. بس الرز هلا بصور لكم، الكيس عندي موجود، حتى هلا جبت كيس جديد منه لانه حبيته. اول كنت عم بستخدم رز محمود، كان كتير طيب، الطويل تبع الكبسة البرياني هدول. بس بعد ما استخدمت انا هاد صرت حبه اكتر، حسيته انه لذيذ، وانا بحب الرز الطويل يكون الحبة تبعه طويلة، فهذا عجبني للأمانة، حسيته ظريف يعني، بس نسياني شو اسمه.
طيب بنات ان شاء الله قريبا كتير، يعني قربت هي اللي هون علقانة لأحكيها. قربت، يعني انتوا ما بتتخيلوا انا قديش اصلا بتمنى احكي لكم، بس كل شي بوقته حلو. بس يعني قربت كتير 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 الشغلة اللي لازم تعرفوها. بس هلأ ما رح اقدر احكي لكم عنها، بس في اخبار جديدة ان شاء الله لقدام رح تصير، رح تنبسطوا فيها كتير، وانا بصراحة مبسوطة فيها ومتحمسة كمان، متحمسة عليها. وبنفس الوقت في شي تاني انه متضايقة مشانه، يعني عرفتوا؟ يعني انا بين المتحمسة وبين بين الزعلانة وبين الفرحانة. بس فرحانة والله انه رح اقدم هاي الخطوة، ورح كون متخذة فيها هذا القرار اللي هو لحالي. حكيت لكم امبارح جايز، كنت عم بحكي لكم انه هذا اول قرار بحياتي انا بتخذه، يعني على اساسه انا اللي بقول ايه وانا اللي بقول لا. فكتير خايفة، كتير متوترة. الله لا يحطكم بهذا الموقف، بس موقف كتير صعب، عن جد صعب. كل يوم بفيق من النوم بتتخيلوا انه صايرة بحب نام عبكير بس مشان ما ضل عم فكر بهذا الموضوع. بس هو موضوع حلو، ما انه سيء، بس بده تفكير، بده اتخاذ قرار كتير قوي. بتعرفوا هذا الشعور يلي انتو فيه، ما بتعرفوا هذا القرار اللي حتتخذوه هل هو حيكون صحيح او لا. قديش بتحسوا حالكم ملخبطين من جوا؟ انا نفس الشي، حاسة حالي ملخبطة بشكل جايز. والله ما حدا عم يصدقني. حاسة حالي انه انا مو انا. السنة اللي قبل هاي والسنة هلأ هاي، حاسة هدول السنتين من حياتي مرقوا صح بتجارب حلوة وتعلمت فيهم كتير شغلات، بس بحسهم مرقوا هيك مثل الطيارة، حرفيا مثل الطيارة مرقوا. فلهيك يا رب دائما بدعي وبقول يا رب تختار انت الخير، انت اللي تختار لي الخير بهذا الطريق وتيسر لي الامور. فبدي اياكم تكونوا معي وتضلوا عم تشجعوني. يعني انه انا الحمد لله انا شخصيا انسانة بحب جريئة، انا انسانة كتير جريئة بحياتي، بحب اعمل كل شي بيخطر على بالي، وكل شي بحب اعمله. ما بحب خلي شي بقلبي وما جربه، بحب جرب كل شي. فلهيك هذا الشي اللي بده يصير، عرفتوا، بده جراءة، وانا عندي جراءة باتخاذ هاي القصص. يعني ماني خايفة وبنفس الوقت زعلانة على شي واحد بس حيصير معي فيها. بس ان شاء الله كله لخير. حط شوية روج. طبيت الغسيلات وعم بغسل ولوتت ايدي. هاي احلى شي، بفرح لما بكون ضابة كل الغسيل. قايمة ورجيكم الفساتين يلي جايتن من عند شي ام. بحب الالوان الحمراء اللي بتكون هيك، يعني بحب الحمراء اللي بتكون ترابية بنفس الوقت ما فاقعة، وبنفس الوقت بتحسوها هيك طبيعية، يعني لذيذة. المهم هيك خلصت. بدي حط شي لسه، بدي حط شي بدي حط شغلة كنت حطها زمان وما عاد حطيتها، وانا من الناس اللي كتير بحبها شخصيا، انا كتير بحبها، يلي هي ان شاء الله ما انسى هذا اللون الابيض. حط منه شوي هيك، شوي صغيرة، ما بكتر. حتى فيني مثلا اعمل هيك شوي صغيرة خففة. شايفين كيف صارت خفيفة بس كتير حلوة، بحسها بتعطي وساعة للعين من قدام. كتير بحبها بنات عن جد. انا هاي هلا بس تخلص عندي رح ارجع اوصي على وحدة تانية، لانه عن جد من
اكتر الاشياء يلي حلوة. يعني فيكن تاخدوها معكم، فيكن تساووا فيها اي شادو، فيكن تحطوها بقلب العين، فيكن تساووها شوي هيك مثلا للخدود لو بدكم بتصير، فيكن تحطوها تعملوا فيها الكونتور تبع الشفايف، وفيكن كمان بعد الكونتور فيكن تطبطبوا عليها هيك تعملوها مثل الروج. يعني لجميع الاستخدامات عن جد هي من اروع الاشياء يلي لازم تروح معكم وين ما رحتوا. كتير 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 بحبها، وعن جد من لما جبتها اكتر شي عم بستخدمها هي. حط شوي على ايدي، جهز حالي. والله بلشت. لا هلا شو بده يصير؟ بده يصير الوجع. حتى هون من ورا كمان. نحط هالمرة شو بدي حط بعرفان. حط هذا اللي انا بعشقه، عود ابيات. يمي 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 يمي، ما اطيب ريحته، كتير ريحته طيبة. كل عطر محطوط هون عندي، كل ما بشم فيه يعني مثلا مروان لما بيبخ من هذا العطر بتذكر فورا دبي. هو وهذا العطر كمان من عند الرصاصي وقت جبناه، تتذكروا وقت حكيتولنا عنه انه كتير عطوراته حلوة، وبالصدفة كنا بمول وشفنا فيه الرصاصي فاخدنا من عنده. في هذا البارفان جاب لي يا اخي كتير بارفانات، يعني هاد وهاد انا كتير بحبهم. هدول البارفانين من ماء الذهب، كتير بحب روايحهم كتير تقيلة وبتضل. ماني متذكرة انه في بالامارات ماء الذهب، بتذكر بمصر كان في ماء الذهب بس بالامارات ما لاحظت هذا الشي. وهذا البارفان يلي هو رفيق مروان واخوه بنفس الوقت جاب لي هذا البارفان وقت اجا لعنا لهون على هولندا زارنا. طبعا هذا كتير غالي على قلبي كمان لانه محفور اسمي عليه، فكل واحد له ميزة. ولسه في زارة مروان اخذ لي اياه، ولسه في كذا عطر. في هدول هاي المجموعة انا كتير بحبها، ما بقدر استغني عنها بصراحة. بتحسوا بالنظافة هيك لذيذة كتير. هذا بيجي مثل سبلاش للجسم بتحطوه بتبخوه، وهذا بيجي زيت له ريحة بس بتجنن. المجموعات اللي بتيجي كل مجموعة ريحتها أحلى من الثانية. هذا عنده روائح بتاخد العقل يعني. المهم طيب هلا شو بدي اعمل؟ بدي اورجيكم. رايحة اجيب